استعملوا الزيت 2 مرات في النهار مع الماساج، غادي ترجع وجهك 20 سنة قبل زعما. يعني غادي ترجعك كنتي في 40 عام، غادي تولي يبان وجهك في 20 عام، غادي يبان وجهك بلارة، وغادي ترجع يعني فتاة في العشرينات. سبحان الله. ترطيب الوجه مهم جدا للبشرة، لأن البشرة كتنشف بحكم عدة عوامل. يعني ترطيب الجلد راه مهم، ولكن اللي غريب في الامر ان كيقول لك بحركات المساج هكذا الوجه، كتبقى تجبد في وجهك هكذا في الصباح وفي عشيه، غادي يرجعك يعني غادي يمحي لك كاع التجاعيد اللي كانوا في وجهك. وبالخصوص الوجه او الحركات التعبيريه، يعني اللي كتكون حركات طبيعيه، يعني كيكون الانسان ملي تيضحك تيبانو شويه هكذا ديال الحركات، ملي كيتعصب كيبانو هكذا ما بين الحاجبين هكذا، يعني واحد الحركات اللي كيكونوا طبيعيين كيبانوا في الوجه. ولكن الغريب في الامر ان هادو اللي يديروا هاد الفيديوهات بهاد الطريقه هادي وكيبينوا الناس وكيجيبوا وجههم، كيوريو وجههم كيفاش كانت كيفاش كان وجههم بطريقه طبيعيه، كيفاش رجعوا وجههم كيبان بلاره وكيبان مجبد وكيبان يعني بواحد الطريقه غريبه، كيبان ديك الوجه ما فيه حتى شي حركه، يعني وجه ولا مجبد وما بقاوش فيه تجاعيد، ما بقات فيه حتى شي حاجه. اتقوا الله، اتقوا الله، راه الناس كتمشي معكم غالطه. راه شحال من واحد مسكين بدا يتيق في داكشي وكيبدا يسقسي في التعاليق هكذا، شحال من مره خصني نعمل هذا الزيت، شحال من مره خصني نعمل هاد الحركات، واش نعمل هاد الحركات بالجهد ولا خفافين، واش نطلع الحركات للفوق ولا نديرهم لتحت. يعني اتقوا الله، هادشي كامل ما منه شيء. يعني الافضل النصيحة للوجه ديالكم، يعني البشرة ديالكم اللي بغات تهلا في الوجه ديالها، ما نقولش أنا ما تعملش الزيوت، يعني الزيوت والترطيبات كلها مزيانة على حسب البشرة ديالك، على حسب التقبل ديال البشرة ديالك، لأن كل واحد والبشرة ديالو، كاين اللي عنده حساسة، كاين اللي عنده عادية، كاين اللي عنده جافة، على حسب. ولكن بديك الحركات تخيلوا خدموا غير العقل ديالكم، الحاجه غير كتجبد فيها نهار على نهار، في صباح عشيه بالليل، يعني يوميا يوميا يوميا، ديك الجلد اللي كتجبد وكتردوا الله وفين غادي يمشي؟ يعني غادي يجي واحد النهار غادي يدلى، راه كيوقع ترهل. وهاد الحركات هادو راه يعني الانسان ماشي غلط فيهم، وديك التصاور اللي كيصوروا لكم وديك الوجه اللي كيعطيوكم راه كيكون ما تعرفش شنو كاين، لان دابا بحكم هاد وسائل التكنولوجيا ولاو التصاور كيتقادوا، كاين هاد الوسائل التجميل ولات فيما مشيتي عند الطبيب ديال الجلد غادي يدير لك الشوكات هكذا باش ينفخ لك البلايص اللي عندك خاويين، اللي عندك فيهم تجاعيد، يعني كلشي كاين. وكيمشيو مع الناس كيبداو يقولوا لهم راه حنا رجعنا وجهنا بهاد الزيوت هادي وبهاد الحركات هادي وبهاد المسائل هادي. اتقوا الله، لان هادشي كله غادي تحاسبوا عليه. النصائح للوجه باش يكون وجهكم في واحد إشراقة دائمة، وهو أن تبعدوا على العصبية، بنادم يبعد على العصبية. المشي يوميا باش كتحرك الدورة الدموية في الذات ديالك وفي الوجه ديالك. الوضوء راه الماء ديال الوضوء راه فيهم واحد البركة اللي ما عارف عليهم حتى شي واحد. 5 مرات في النهار اللي كتوضا فيهم وكتمسح على وجهك، راه ديك الماء فيهم البركة، خاصة إلا كان يقينك في الله كبير وكنتي مآمن بالله، راه هادشي كامل كيعطي واحد الإشراقة للوجه. صلاة الفجر كذلك، قيام الليل، عندك شرب الماء بكثرة، أكل صحي، هادشي كامل كيبان في النضارة ديال الوجه. ولكن باش تجي تقول لي بتجباد اللي كتبقى تجبد هكذا حركات دائرية هادي رجع وجهك هكذاك، يعني اتقوا الله، هادشي حشومة وعيب أننا نشوفوا بحال هكذا والناس غاديين معهم وكيتيقوا. يلا خليتكم على خير أحبابي.